السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين ديالي الأوفياء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم الدجاج محمر بالتغميرة على الطريقة المغربية الأصيلة. مهم أنا خديت هنا غير الدجاج صغير، يعني لأن غير لينا. أما إلا كنتو بغيتو شي عرضة أو لا شي عراضة عندكم أو لا عندكم الناس أو لا شي مناسبة كديروا الدجاج كبير. أنا كناخدو غير أنا ووليداتي، يعني كندير الدجاج غير صغير، كتكون كل وحدة فيها كيلو وربع حتى الكيلو ونص. دونك خديت هنا 3 دجاجات اللي نقيتهم مزيان بطبيعه الحال، اللي باتوا بالماء والحامض وسكينجبير. كندير بيان سور الطحين، انا كنبيت الطحين في الدجاج، ومن بعد عاد الغدا كندير ليه الحامض والملحه وماشي الملحه عفوا، سكينجبير والحامض، وكنغسلو مزيان. هنا بالنسبه للمقادير خديت ان بول اللي درت فيه معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه ديال البزار والزعفران شعره، والزعفران مكعبات، وشويه ديال الملح. هنا كناخذ البصله، خديت واحد الكميه ديال البصله اللي طحنتها في هذا الهشوار هذا. يعني بالنسبه للبصله راه خصكم تاخذوا البصله بزيت. غادي خديت واحد الكميه اللي غادي نديرها في الطنجره، يعني خديت واحد الكميه تقريبا واحد الكيلو ونص ديال البصله ولا اكثر، يعني شحال ما درتو ديال البصله شحال ما كتعطيكم الدغميره كثيره. دونك قطعت ديك البصله هنايا من طبيعه الحال معها الثومه اللي درتها معها في لاشواغ، درت واحد الراس كبير ديال الثومه، يعني فيه شي 5 ولا 6 ديال الدروس ديال الثومه. صافي من بعد ما شرملت هاد الدجاج هذا، انا بصراحه هاد الدجاج بيتو ليله كامله في هاد الاقامه هادي، يعني من الاحسن انكم تخليوه في هاد العطريه مده ليله كامله. يعني هاد العطريه اللي فيها من طبيعه الحال الملح، البزار، السكينجبير والخرقوم والزعفران شعراء وضويمات ديال المكعب، ومن طبيعه الحال شويه ديال السمن. ملي كما قلت لكم دغمرت هاد الدجاج هذا وبيتو ليله كامله. هنا كنديرو في الطنجره مع البصله كنضيف عليه واحد الكميه وفيره ديال الزيت البلديه كيف تتشوفوا. اللي بغى يدير مزيج من زيت البلديه وزيت الروميه يمكن ليه يديرها. صافي هنايا ملي غادي ندير الدجاج في الطنجره، بصراحه انا ما يعني كنديرو مباشره، وكندير عليه شويه ديال السمن. صافي وكنخليه هنايا يتقلى شي شويه، ومن بعد غادي ندير عليه الماء، ماء دافي يعني بارد، يعني ماشي ماء يعني اللي طيب. صافي هنا من طبيعه الحال كنزيد شويه ديال العطريه، كنزيد شويه ديال السكينجبير، يعني واخا نسمت الدجاج كان بغيت هذيك البصله تشرب، يعني درت واحد المعلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال البزار، وغنضيف واحد المعلقه ديال الخرقوم، والضويمه ديال المكعبات اللي بغى يديرها ديال الدما ديال الزعفران شعره، واللي بغى يستغنى عليها يستغنى، لان انا غندير هذه كتعطي اللون وكتعطي المذاق، وغندير حتى الزعفران شعره في الاخير. هنا كنضيف الماء بارد صافي، وغادي نشعل على النار. حاجه واحد الملاحظه هي انكم ملي تكونوا كطيبوا هذاك الدجاج ديالكم، انا شوفي كيف تشوفوا درت حنيه واحد العافيه اللي مهيله نطيبوا على خاطري لان عندي الوقت. دونك ملي كتكونوا كديروا الدجاج كيطيب ما تغطيوش الطنجره اولا تسدوا عليها باش ما يقصحش لكم هذاك الدجاج. يعني حاولوا انكم تحركوا وديروا شي سباتول اولا شي حاجه، وتخليو الغطاء ديال الطنجره مهوي شويه باش الدجاج ديالكم ما يقصحش. كيف تتشوفوا انا هنا غادي ندير واحد الحزمه ديال قزبور ومعدنوس هكا مربط. انا ما كنبغيش ندير قزبور ومعدنوس مقطع، كاين اللي كيقطعوا وكيطحنوا مع ديك البصله والثومه. انا كنفضل ان المرقه كتجي نقيه، يعني كتجي اللون ديالها اصفر وكتجي نقيه، ما كنبغيهاش تكون يعني خضراء، كنبغي المرقه تكون زوينه. هنا كما كتشوفوا من بعد ما طاب ليا يعني الدجاج، انا المهم خليته حتى طاب، راه كتبان لكم ها هو غادي يكون طاب. كنضيف عليه واحد الكميه ديال الزعفران شعره. المهم ما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف. كيف تتشوفوا راه انا يعني كنسرع المراحل. من بعد ما درت عليه داك الزعفران شعره، هنا دار الدجاج طاب وخرجته من حيدته من الطنجره. جيت هنا غناخذ واحد شويه ديال الزبده. من بعد ما طاب كيف ما قلتو غندخلو الفران، غادي ناخذ واحد شويه ديال الزبده مع شويه د لا موطارد وشويه ديال درت شويه د لا موطارد ودرت شويه ديال لاصوص باربيكيو، ودرت كندير هنا واحد شويه ديال داك هذا المزيج من هاد الصلصه، كتكون مزيج من الحار والحلو. غير شويه، المهم كتعطي واحد النسمه زوينه للدجاج وحتى المذاق تيجي زوين. صافي غندهن هذاك الدجاج بهاد الخليط هذا ديال الزبده مع هذيك الموطارد وشويه ديال الباربيكيو وشويه ديال هذاك لاصوص. المهم يمكن لكم ديروا غير الزبده بوحدها، يمكن لكم ديروا لا موطارد، المهم كيبقى اختياري. المهم انا كنشارك معكم الطريقه اللي كندير في الدجاج ديالي. صافي غندهنو كله، من بعد غادي ندخلو باش يتحمر في الفرن. كيف تتشوفوا هو ديجا خارج يعني مشمع، يعني طيب اللون ديالو ما شاء الله زوين بلا ما يدخل الفرن، ولكن ضروري من ديك الدخله ديال الفرن باش انه كيعطيه داك اللون يعني الدوغي اكثر.
هنا كيف تتشوفوا هذيك المرقه ديالي غادي نضيف عليها الكبده. من طبيعه الحال الكبده اللي كنت معصره عليها يعني الحامض، كاين اللي كيسلق الكبده، كاين اللي كيسلقها بالماء والحامض وشويه ديال التوابل. انا لا، عصرت عليها يعني مغسوله مزيان، غير عصرت عليها شويه ديال الحامض وصافي ولا الخل ودرتها هنايا، ضفتها يعني كانت عندي ابار، ودابا غنضيفها لاصوص باش طيب. نتوما كتشوفوا ديك المرقه يعني كتوقف، كتبقاو تغمروا ديك التغميره حتى كتوقف ديك البصله وكتعطيكم واحد التغميره اللي هي واقفه وزوينه. شوفوا لاصوص شحال كانت وشحال بقات. هذه في طنجره اخرى يعني في كاسرونه، ملي كانت الغليه هزيت داك العناق اللي كانوا طابوا بطبيعه الحال، دوك العنيقات وداك الشيء، ودرتهم في خليتهم تيغلاو ابار. دونك هنايا سالا الدجاج ديالنا كيف تتشوفوا. انا هنايا كنصبوه، هو خرجته يعني من الفرن. من طبيعه الحال ضفت عليه زيتون اخضر وضفت عليه نسيت ما قلت لكمش بان كنعصر فيه الحامض وكنصيف نضيف ليه حتى داك القلب ديال الحامض معصر، يعني داك القلب ديال السيترون كونفيت هو كنديرو في الدجاج ملي كيكون كيطيب، كيعطي واحد البنه لذيذه، كان يعني كيلذذ الدجاج. هنا كيف تتشوفوا انايا يعني ضفت الزيتون كيف ما قلت لكم، وهنا صافي كنصب المرق ديالنا. ها هما كيف تتشوفوا العناق دوك الكبيدات يعني. وهاد لاصوص اللي كنزيد من الفوق يعني هاد التغميره هي ديك التغميره الاخرى اللي كانت كتغمر في الكوكوط اللي بقات بوحدها، يعني كتغمر كيف تتشوفوا. كيجي رائع هاد الدجاج، كنقول لكم بالصحه والراحه. الا عجبكم هذا الطبق هذا خليوا لي التعاليق ديالكم، يعني لي كومونتير ديالكم. تبارك الله كلشي كيعرف يطيب الدجاج، كلشي كيعرف، مهم كل واحد كيدير بالطريقه ديالو. انا طريقتي يعني كيف ما قلت لكم توابل عاديه، ملح بزار سكينجبير سمن وضامه ديال الزعفران والخرقوم، يعني ما كنديرش داك بسيبيسه وقعقله ودوك التوابل. يعني حنا تعودنا على الدجاج بهذه الطريقه، كناكلوه يعني بنفس التوابل. هنا كندير شويه ديال الشنجلان وكنزين بالحامض. كنقول لكم بالصحه والراحه، والى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله.